هي اثيوبيا معرضة علينا قوي ليه كده؟ وعمالة تطلع في تصريحات واي حد يقدر يعمل اي حاجة يعملها. هو في ايه؟ انت ضارب ايه؟ ها؟ ضارب ايه؟ انت ضارب ايه؟ ده ولا دخلها بحالها. يا مساء الخير عليكم، معاكم علي الطويل من قناة فيلكومودينو. جاي النهارده اتكلم في موضوع انت اكيد سمعت عنه سواء على المواقع الاخبارية او مواقع السوشيال ميديا، وهو الصراع اللي داير دلوقتي ما بين مصر واثيوبيا حوالين سد النهضة. ليه الدنيا سخنت فجأة كده؟ وهل الموضوع ممكن فعلا يوصل للحرب؟ تعالوا نعرف الحوار ابتدى ازاي وايه ممكن يحصل دلوقتي. في الاول قبل ما نتكلم عن سد النهضة لازم تعرف ان نهر النيل بيتكون من رافدين رئيسيين، وهما النيل الابيض والنيل الازرق. النيل الابيض المصدر بتاعه هضبة البحيرات الاستوائية، وده بيمثل حوالي 15% من نهر النيل. اما النيل الازرق فمصدره من الهضبة الاثيوبية، وده بيمثل حوالي 85% من مياه نهر النيل. والاتنين بيلتقوا في العاصمة السودانية الخرطوم علشان يشكلوا بعد كده نهر النيل اللي بيجي لمصر. طبعا في اتفاقيات اتعملت من سنين كتيرة جدا حوالين تقسيم مياه النيل، وكانت اول اتفاقية اتعملت سنة 1902 في اديس ابابا، واللي كانت ما بين بريطانيا بصفتها كانت مستعمرة لمصر والسودان واثيوبيا. ونصت الاتفاقية على عدم إقامة أي مشاريع على النيل الأزرق أو البحيرات اللي حوالين النيل الأزرق. وبعد كده طلع اتفاقيات تانية كتيرة جدا تتضمن الاتفاقيات دي إن الدول اللي بتطل على النهر زي أوغندا وأثيوبيا، السودان، جمهورية الكونغو، جنوب السودان، مصر، كينيا، رواندا، تنزانيا، بوروندي وإريتريا، كل الدول دي كانت بتقر بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر حق الاعتراض في حال إنشاء أي دول من الدول دي مشروعات جديدة على النهر وروافده. وتم تخصيص نسبة 7.7% من تدفق النهر للسودان و92.3% لمصر. طيب هو ازاي اثيوبيا بتبني السد وفي اتفاقيات بتتضمن عدم اقامة اي مشروع من المشاريع على النيل الازرق؟ خلونا كده نعرف التسلسل الزمني لسد النهضة. فكرة بناء سد النهضة كانت مطروحة من زمان، تحديدا من سنة 1956، بس كلها كانت افكار على الورق، زي مثلا ان هم يحددوا المكان اللي اتبنى فيه السد، بس الكلام ده كله كان على الورق لحد نوفمبر 2010 لما تم الانتهاء من تصميم شكل السد. وفي يوم 31 مارس 2011 تم عمل اتفاقية ما بين الحكومة الأثيوبية وشركة سيلين الإيطالية على بناء السد بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليار دولار. السد ارتفاعه 170 متر وعرضه حوالي 1800 متر، والسد ملحق فيه خزان سعته 74 مليار متر مكعب من المياه، وده يعتبر حصة مصر والسودان مجتمعين في السنة الواحدة من مياه النهر. يقع السد ده في نهاية النيل الأزرق في منطقة اسمها بني شنقول على الحدود السودانية، يعني ما بين أثيوبيا والسودان. طيب ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب السد ده؟ مبدئيا كده في مخاوف كتيرة جدا ان السد ده ما يبقاش آمن بشكل كافي، وده بسبب صعوبة التضاريس في المنطقة اللي اتبنى عليها السد، والأرض كلها هناك أرض غير صالحة لبناء سد زي ده. ده غير إن معدلات التبخر عالية جدا في المنطقة دي، بتوصل ل 80%، وده بسبب طبعا درجة الحرارة العالية. فأنت كده مش مستفاد حاجة من الخزان بتاع السد ده، لأن أنت مهما هتقعد تملى فيه هو كده كده في نسبة كبيرة جدا منه هتتبخر. وهنلاحظ إن أثيوبيا على مر السنين كانت بتحاول تبني السد ده، فمن ايام جمال عبد الناصر حاولت انها تبني السد، لكن ساعتها جمال عبد الناصر كان علاقته بالامبراطور الاثيوبي علاقه قويه جدا، فبعت له بلاش تبني السد ده لانه هيعمل ازمه ما بيننا، وممكن الازمه دي تسبب حدوث حرب. علشان كده الرئيس الاثيوبي ساعتها خفض ارتفاع السد من 112 متر الى 11 متر بس. وحصل برضو ان ايام السادات اثيوبيا اعلنت انها هتعمل سد على النهر الازرق، فطلع السادات ساعتها في تسجيل صوتي هدد
اثيوبيا، وقال ان لو هي عملت السد ده هو هيؤمر الجيش المصري ان هو يضرب السد. ويقال ان فعلا ده حصل وان اثيوبيا بدات في بناء السد، لكن السادات امر الجيش المصري ان هو يضرب السد ده. ولما اثيوبيا احتجت على اللي حصل امام مجلس الامن، طلع السادات وقال ان اثيوبيا قالت لنا ان هم اصلا ما عندهمش سدود، فازاي هنضرب حاجه مش موجوده. وبرضه ايام مبارك اثيوبيا حاولت اكتر من مره ان هي تبدا مشروع بناء السد ده، لكن مبارك كان رافض الفكره دي بشكل تام، لحد ما حصلت الثورة وأثيوبيا انتهزت الوقت اللي كانت مصر فيه في حالة فوضى وبدأت مشروع بناية السد. والخلاف دلوقتي ما بين مصر والسودان، وده غير ان هم عندهم مخاوف كتيرة بسبب ان عوامل الامان زي ما احنا قلنا في السد ده قليلة جدا جدا، فان هو ممكن ينهار في اي لحظة، ده شيء وارد. ساعتها هيسبب ضرر كبير جدا جدا للسودان، ممكن ان هو يغرقها، خصوصا ان هو معمول على بعد 20 كيلومتر من السودان بس. كمان هيسبب ضرر للمناطق الجنوبية في مصر، ده غير ان ممكن يحصل اي اضطرابات امنية في المنطقة دي، وساعتها اثيوبيا مش هتعرف تحمي السد حماية كاملة. ده ممكن كمان اثيوبيا تتخلى عن حماية السد ده وتجبر السودان ان هي اللي تحمي السد ده، لان ساعتها يوم لما يحصل له حاجة الضرر الاكبر هيقع على السودان. ده غير ان السد ممكن يتم استخدامه كأداة ضغط استراتيجية على القرارات السودانية او القرارات المصرية لو كانت معارضة للمصلحة الاثيوبية. ده غير كمان الضرر اللي هيقع على منسوب مياه نهر النيل في مصر، ان هو هيقل، وده هيسبب ان في اراضي كتيره جدا هتبور. ده غير كمان ان السد العالي قدرته على توليد الطاقه هتقل. وكل ما مصر والسودان يحاولوا ان هم يوصلوا لاتفاقيه مع اثيوبيا بتيجي في الاخر وبترفض او بتماطل في الرد، وده لسبب ان اثيوبيا عايزه تعيد توزيع حصه مصر والسودان في مياه النيل، بحجة ان توزيع الحصص اللي موجودة دلوقتي تم اقرارها ايام الاستعمار، وان فترة الاستعمار المفروض انها تنتهي ويحصل اعادة توزيع لحصة مصر والسودان. ده غير ان رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد ووزير الخارجية بيطلعوا كل شوية يقولوا عبارات استفزازية للحكومة المصرية، زي مثلا ان كده اثيوبيا هتكمل مشروع سد النهضة، وان مفيش حد يقدر يتحكم في قراراتها، وان دولة اثيوبيا جاهزة للحرب في اي وقت لو لزم الامر. العركة لو ابتدت هتزعل. طبعا الكلام ده كله بيزود شعبية رئيس الوزراء ابي احمد، خصوصا ان في انتخابات قريبة في اثيوبيا، فهو عايز يزود الرصيد الشعبي بتاعه من خلال الكلام ده كله، علشان يبين للشعب الاثيوبي ان مشروع النهضة هو مشروع قومي لاثيوبيا وهو متمسك بيه ومش هيتنازل عنه. اخر حاجة، ايه هو الاتجاه اللي مصر ماشية فيه حاليا لايجاد حل لمشكلة سد النهضة؟ مصر لجأت لمجلس الامن الدولي وبعتت ملف سد النهضة علشان ان هو يطلع قرار يمنع فيه اثيوبيا من اتخاذ اي اجراء بشكل احادي من دون الرجوع او الاتفاق مع دول المصب وهي مصر والسودان. الحل ده لجأت له مصر خصوصا بعد فشل جميع محاولات التفاوض اللي كانت بتتعمل الفترة اللي فاتت ما بين مصر والسودان واثيوبيا. تاني حاجة هو الاختيار العسكري، ان مصر ممكن تضرب السد ده بسبب ان هو بيهدد امنها القومي في ظل تعنت اثيوبيا واصرارها على اتخاذ قرارات احادية من دون الاتفاق مع مصر والسودان. وطبعا الاختيار ده ما فيش حد يتمنى ان هو يحصل، لكن لو حصل فخليني اقول لك ان في فرق كبير جدا ما بين القوة العسكرية المصرية والقوة العسكرية الاثيوبية. الجيش المصري بيحتل المركز التاسع على مستوى العالم، لكن الجيش الاثيوبي بيحتل المركز 60 على مستوى العالم، فالفرق كبير جدا في القوة. عموما احنا الفترة دي مستنيين قرار مجلس الامن الدولي في القضية دي. وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. تصبحوا على خير.